عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عارف إن الأحداث صعبة، وأنا عارف إن الأمهات والآباء والأبناء إحنا كلنا متأثرين باللي حصل زي ما أنتم عارفين. أنا محبوس في معتقل، لكن النهاردة أنا بقول لكم أنا عايش معاكم يوم بيوم وساعة بساعة، وكل الناس عارفة إن أنا وقفت أقول لأ، وحصل اللي حصل. إحنا دلوقتي في تحقيقات، وإن شاء الله تظهر الحقيقة وتعرفوا مين المجرم الحقيقي في حق الوطن وهيتحاسب. وأنا قاعد الشعب المصري سأكون معكم إن شاء الله غدا أمام مقر رئاسة الجمهورية الساعة 12:30 بعد الظهر، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.